انا نفسي اعرف بقى مين اللي قال ان صدور الفراخ بانيه وبس، ده بيطلع منها الف صنف وصنف. والنهارده بقى هنحول معانا صدور الفراخ او البانيه لحمام محشي. حمام محشي رز بالخلطه بالكبد والقوانص كده، رز مطاعم بصحيح. الرز هيبقى مفلفل ولا الحمام المحشي بقى متبل وطعمه رهيب بدون استرتش وبدون تعقيد؟ هقولك ازاي تعمليه وتلفيه وما يتفتحش منك وتشويه كمان باللون الرهيب ده. هتطلعي معاكي من نص كيلو من صدور الفراخ أكلة ملوكي بصحيح. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. علشان تحسي بقى ان انتي بتاكلي حمام محشي بصحيح، لازم نعمل التتبيلة كده اللي بنتبل بيها الحمام والطيور. حباية من الطماطم وحباية من البصل، ابشريهم بالمبشرة عشان يبقى ليهم مية كده. انا فرمتهم في الكبة فزودت عليهم ربع كوباية من المية علشان عايزة الكلام ده كله يكون سائل كده ويتبل معايا صدور الفراخ. تقدري كمان تعمليهم في الخلاط، مفيش أي مشكلة. نزلت كده بالطماطم والبصل زي ما انتوا شايفين، ونبدأ ان احنا نتبلهم. ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان ربع معلقة صغيرة أو أقل كمان رشة كده بسيطة من القرفة، هتدي ريحة حلوة جدا. ربع معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الملح، ورشة كده من الحبهان وورق اللوري المطحون. دي كده التتبيلة اللي أنا بتبل بيها أي طيور أنا هشتغل بيها. أقلب التتبيلة دي مع بعض، وتعالوا بقى نجهز مع بعض صدور الفراخ اللي هنخليها حمام محشي. انا جبت صدور الفراخ اللي هي البانيه، خليت الراجل يقطعها لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى عامله زي الكتاب كده اللي بنستخدمها في الكوردون بلو. وهبدا ان انا كمان احطها بين كيس تلاجة كده وادقها على خفيف علشان يبقى السمك بتاعها رفيع وتديني مساحه اكبر للحشو. هتقولي لي طب انا موجود عندي صدور الفراخ العاديه بالحجم الطبيعي بتاع البانيه اللي هو شريحه طويله كده قد كف الايد. اعملي معاكي بنفس الطريقه وهتشوفيني دلوقتي وانا بحشي، وهتشوفوا كمان النتيجة بتاعته بعد التسوية. كان عندي الحجمين فاستخدمت الاتنين. فالصدور الكبيرة اللي مفتوحة معايا بالشكل ده هبدأ ان انا ادقها. وطبعا الصدور دي مغسولة ونقعتها بمية بملح بليمون بخل كده حوالي 5 دقايق لانها مش هتستحمل اكتر من كده، وشطفتها وسبتها تتصفى تماما. هدقها بقى بين الكيس زي ما انتوا شايفين، اخفف الانسجة بتاعتها شوية واديها مساحة اوسع كده في الحشو. كده تمام، كده صدور الفراخ جاهزة معانا. نبدأ ان احنا ننزل بيها بقى على طول في التتبيلة اللي احنا مجهزينها. تتبيلة ما شاء الله خطيرة، ما تزوديش اي توابل عن كده ولا تحطي اي توابل غريبة، علشان التتبيلة دي بالطعم بتاع الطماطم والبصل هيديكي بالظبط طعم كده الحمام المحشي. هبدأ دلوقتي ان انا اقلب الفراخ كده زي ما انتوا شايفين في التتبيلة واسيبها تتطعم معايا شوية لغاية ما ابدأ ان انا احضر الحشوة. مش بتبلها قبلها بيوم ولا وقت طويل، خليها حوالي نص ساعة لغاية ما نجهز الرز اللي احنا هنحشي بيه. حلة بقى أوك معاكي على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، معلقة من السمنة أو الزبدة، وتقدري تشتغلي بالزيت بس. الخلطة دي أنا بعتمدها معايا للفراخ المحشية وكمان الحمام المحشي، الحمام الكداب، الصدور البانيه اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة. أي حشوة بصراحة بعمل بيها الطريقة دي بتكون تحفة جدا في الرز المبهر. كان عندي كام قطعة كده من الكبد والقوانص مغسولين كويس ومقطعاهم قطع صغيرة، ببدأ إن أنا أنزلهم معايا في المادة الدهنية وعلى نار عالية علشان ما ينزلوش مية. رشة بقى من الحبهان ورق اللوري المطحون أقل من ربع معلقة صغيرة، رشة من القرفة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من الكمون. حطي معاكي 7 بهارات، معلقة صغيرة ممسوحة، هتدي طعم حلو جدا للرز بتاعك. كده تمام جدا. أبدأ إن أنا أقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا لغاية ما الكبد والقوانص دي تحسي إن لونها اتغير أو احمرت معاكي كده. في المرحلة دي هنزل معايا فص واحد بس من الثوم، فص صغير، هيدي ريحة حلوة جدا جدا للرز. وهنزل بقى معايا ببصلاية كبيرة كده، سواء مخرطاها على ايدك او فرماها في الكبة، ولو هتفرميها في الكبة يبقى فرم خشن كده. هنزل البصلة وابدأ ان انا اشوحها مع الكبد والقوانص والتوابل. التوابل هنا هتتحمص وتاخد ريحة رهيبة. انزلي بمكعب كمان من المرقة كده لو انت حابة، اختياري، مش حابة مفيش مشكلة استغني عنه. واقلب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما البصلة تدبل بس معايا شوية، مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجة، تدبل بس البصلة شوية وكده تمام جدا. في المرحلة دي أبدأ بقى إن أنا أنزل معايا بالرز. مجهزة معايا حوالي 3 كوبايات من الرز المصري، مغسول ومتصفي كويس ومش منقوع إطلاقا.
أنا باعمل رز جنبه كتير شوية بحيث إن إحنا ناكله جنب الحمام المحشي اللي إحنا هنعمله. لو أنتِ عايزة على قد الحشو بالضبط زي الحمام بالضبط بنفس المقدار، كل قطعة من الفراخ تاخد كَف إيدِك أو قبضة كَف إيدِك كده من جوّه من الرز قبل ما تغسليه. نزلت معايا بالرز وحطيت معلقة من الصويا صوص هتديني لون بني للرز حلو قوي. لو حبيت تستغني عنها أو مش موجودة مفيش مشكلة استغني عنها. واشوح بقى الرز معايا كويس جدا جدا على نار عالية لغاية ما الرز يسخن كده ويشكشك كده بمعنى أصح. الخطوة دي هتخلي الرز بتاعك مفلفل قوي. زي ما قلت لكم الحشوة دي اعمليها للحمام وللفراخ ولأي طيور انت حابة تحشيها. نظبط بقى الملح بتاعنا ونراعي ان احنا ضايفين مرقة علشان الخلطة ما تطلعش حادقة معانا. بالشكل ده سخنا الرز كويس قوي، يبقى ننزل عليه بقى بمية مغلية، ومقدار المية المغلية هنا اقل من المقدار الطبيعي اللي هتسوي فيه كمية الرز اللي انت هتعمليها. يعني يا دوب المية تغطي بس وش الرز عندي، وده اللي انا محتاجاه علشان الرز ما يطلعش معجن معانا جوه الحشوة. نزلت بالمية ولازم تكون مغلية علشان الرز ما يعجنش. هزود كمان مقدار المية شوية صغيرين واسيبها بقى على نار عالية. أول ما الرز يبدأ إن هو يتشرب أهدي عليه، وطبعا مغطياه لغاية ما يستوي عندي 3/4 تسوية. 3/4 تسوية دي أو 75% من التسوية نعرفها ازاي؟ تمسكي الرزاية وتبدأي إن انتي تدوقيها، تلاقيها من بره مستوية بس قلبها من جوه لسه حصى أو لسه ني كده. 3/4 تسوية بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده 3/4 تسوية. أبدأ دلوقتي إن أنا أطلع معايا حسب بقى المقدار اللي أنا هحشي بيه، أسيبه يبرد عندي تماما تماما. طب باقي الرز اللي عندي أسيبه على نار هادية تماما لغاية ما يستوي ويفلفل عندي ويبقى رهيب. طب تعالوا بقى بعد ما الخلطة بردت تماما نحشي معانا الحمام. جبت معايا بقى قطعة الفراخ كده الكبيرة المتبلة ريحتها رهيبة. أبدأ إن أنا أحط فيها الحشوة، أحط معايا معلقة أو 2 حسب كمية الفراخ أو حجم الفراخ تاخد معايا قد إيه. أهم حاجة بقى دلوقتي إن إحنا نبعد عن الأطراف علشان الرز ما يطلعش من الأطراف. وأبدأ بقى إن أنا ألفها زي رول بالظبط، سهلة وبسيطة جدا. ومعايا هنا أعواد اللي هي بتاعة خلة الأسنان أقفل بيها علشان أثبت بيها الأطراف ما تتفتحش معايا أثناء التسوية. مش موجود عندك الأعواد دي ابدأي إن انتي قفليها وبروميها كويس جدا وحطيها في الصينية كده على الجزء ده كده من تحت. كده تمام، قفلنا وقفلنا الأطراف، مفيش أي رز ولا أي حاجة طالعة معانا، تمام جدا على الصينية على طول. تعالوا نحشي واحدة تانية كده. أبدأ إن أنا أحط الخلطة بتاعتي الرز ال3/4 تسوية الكبد والقوانص، الرز ده طعمه رهيب. وأبدأ إن أنا ألف رول كده تمام جدا. لفي بقى حسب الفراخ كده شكل القطعة ما تاخد معاكي، وأقفلها برضو بالأعواد اللي معايا وتكون جاهزة عندي. بصوا كده قطعة البانيه الحجم العادي جدا اللي بنجيبه في بيوتنا كده علشان نعمله بانيه هنحشيها ونعملها بنفس الطريقة. تبلناها زي ما اتفقنا وحط لها معلقة كده ولفيها زي ما انت شايفة. لو عندك بانيه بقى في عزومة، لو جايبة كمية كبيرة تقدري تعمليه قطع حمام كده صغيرة، هيكون ممتاز جدا لو ما عندكيش الحجم الكبير وهيبقى بالشكل ده. جبت صينية بقى وبعد ما حشيت الحمام بتاعي أبدأ إن أنا أرصه في الصينية زي ما انتوا شايفين. أشيل أي بواقي رز أو أي حاجة طالعة كده على الوش وأساوي الشكل بتاع الحمام، لأن الشكل اللي بحطه عليه دلوقتي هو اللي هيستوي عليه. يعني ظبطي رولات الفراخ كده علشان تستوي معاكي بشكل مظبوط. ونبدأ دلوقتي نركز بقى مع بعض في خطوات التسوية. معايا نص كوباية من المية المغلية، عليها رشة فلفل أسود ورشة من الملح، نص كوباية بس من المية المغلية. حطيتها كده على الفراخ وابدأ ان انا اقفلها بورقة زبدة وورقة فويل وادخلها معايا بقى على الفرن. بدخلها معايا فرن سخن وشغال على درجة حرارة 200، يعني فرن اعلى من المتوسط. مشغلة الفرن من تحت بس، ولو عندك مروحة شغليها توزع معاكي الحرارة. بسيب بقى الفراخ تاخد وتدي مع نفسها كده. اول ما تلاقيها بتغلي هتشم ريحة حمام محشي بالظبط بيستوي. أول ما تستوي بقى معاكي قعدت حوالي 40-45 دقيقة. بشيل ورق الفويل كده واختبر تسوية الفراخ واختبر تسوية الرز كده من الجنب، ألاقي كله استوى. أبدأ بقى إن أنا أخرجها ومحضرة معايا معلقة من الصلصة أو الكاتشب حسب رغبتك، عليها رشة ملح ورشة فلفل أسود وشوية صغيرين من السمنة أو الزبدة أو الزيت المتوفر عندك. وابدأي بالفرشة كده إن انتي دهني الفراخ بتاعتك ودخليها معاكي الفرن مرة تانية، بس المرة دي تحت الشواية فقط. تحت الشواية كده تاخد اللون الحلو من الجنب ده
عايزة تقلبيها على الجنب التاني وبرضه تدهنيها تاخد اللون من الجنب التاني حسب رغبتك، ويطلع معاكي بقى أحلى وأطعم وألذ حمام محشي في الدنيا. سويت طبعا الرز اللي كان معايا اللي كان في الحلة كده، وحطيته معايا فرشة كده تحت الحمام زي ما باعمل في الحمام العادي بالضبط، وشوفوا لي بقى لون الحمام المشوي الخطير رهيب جدًا، رشة بقدونس بقى تكسر اللون، والله على الجمال. بصوا كده يا جماعة على القطعة، تحسيها حمامة محشية صغيرة كده في إيدِك، مش قطعة بانيه خالص يعني، ولا بانيه بقى اللي بنقليه ونشويه والكلام ده خالص، قطعة حمام محشي. طب تعالي بقى نقطعها وتشوفوا قد إيه من جوه الرز مستوي ومفلفل، وطبعًا الخلطة بتاعته مبهرة ولذيذة جدًا. الأكلة دي تعملي جنبها شوية بطاطس محمرة أو صينية بطاطس، وطبعًا الأهم شوية ملوخية خضرا، ويا سلام على الجمال. بصوا بقى الطعامة ما فيش أحلى من كده، جربوها متأكدة إن هي هتعجبكم جدًا. هاعمل لكم كمان الأيام اللي جاية زي ما اتفقنا مع بعض أكلات اقتصادية كتيرة جدًا جدًا. بصوا بقى قد إيه الرز من جوه مفلفل ورهيب. طب تعالوا نشوف قطعة البانيه اللي كانت صغيرة كده، الشكل بتاعها بعد التسوية بيكون عامل إزاي، بتكون بالشكل ده. تشيلي بقى منها الأعواد كده وافتحيها وبصي على جمال الرز وفلفلته خطير. جربوه، مستنية رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.